السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في قناة رميساء. ان شاء الله اليوم الفيديو غادي يكون خاص، غادي يكون مشترك بيني وبين الاخت الكريمة صاحبة قناة وصفات سامية. قناتها متميزة متنوعة، فيها وصفات سهلة ومبسطة وشاملة، يعني وصفات جزائرية وعربية. نتمنى تزوروا القناة ديالها وتعملوا لها اشتراك وتشجعوها. وهي اليوم ان شاء الله غادي تقدم لكم كيكه بالكوك، وانا ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه بدون دقيق. وغادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف، والرابط ديال الكيك ديالها في صندوق الوصف. وان شاء الله نبداو على. بالنسبه للمقادير ديال الكيك كنحتاجو 170 غرام ديال البسكوي، ما يكونش فيه الشكلاط، اي بسكوي بغينا نديروه. وكنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس عنبه سكر سنيده، نصف كاس عنبه زيت، كاس عنبه حليب، 4 المعالق كبار ديال النشا اولا مايزينا، 2 خمارات ديال الحلوى، وواحد الفاني، واحد الساشي ديال الفاني. وندوزو للطريقه سهله بزاف. ناخذ الخلاط ديالنا نديرو فيه البيض، يعني الطريقه سهله، طريقه التحضير ما تفوتلناش 5 ديال الدقائق. الحليب والزيت والسكر سنيده والبسكويت. غادي نطحنوا هادشي في الخلاط عاد باش نضيفوا النشا والخمارات. من بعد ما كنطحنوا الخليط ديالنا كنضيفوا له 4 المعالق ديال النشا والخمارات، ونعاودوا نطحنوه عاوتاني مره اخرى. ديالنا ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق ونخويو فيه الخليط ديالنا اللي طحنا على هذا الشكل هذا. كناخذوا مول هكا كندهنوه بالزبده والدقيق ونخويو فيه الخليط ديالنا على هذا الشكل. وندخلوه للفرن يطيب. ها هو الكيك ديالنا طاب. باش نعرفوه طاب كنتقبوه هكا بالسكين، كيبان لينا راه صافي طاب. وغادي نزينو بهذا الياغورت هذا ديال الكراميل، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. اذا ها هو الكيك ديالنا وجد كما كتشوفوا، سريع وسهل التحضير ودغيا كيوجد. انا زينته بدانيت بالشكلاط وبالكورن فليكس، وممكن السيده تزين باش ما بغات تزين، كيبقى على حسب الرغبه. وكنتمنى من الاخوات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو يعملوا لي اشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر اللي اسفل الفيديو، صابوني او سبسكرايب او اشتراك. وكنتمنى تبارطاجيو معايا الفيديو مع اصدقائكم، وتخليو لي جيم في الفيديو، وتخليو لي تعليقاتكم. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.